كم واحد قبل كده قال لك إنك مسير ومع ذلك هتتحاسب برضه؟ أهلا بيكم. من الأسئلة الوجودية اللي احنا دايما بنسألها لنفسنا، هل احنا مسيرين ولا مخيرين؟ طبعا السؤال هتفضل تلف في دايرة مقفولة ومش هتوصل لحاجة في الآخر. وخلاص وهتكمل حياتك زي ما انت. طيب الناس دايما بتبقى معتقدة إن احنا مسيرين، معتقدة إن خلاص كل حاجة احنا بنعملها هي مكتوبة مسبقا في اللوح المحفوظ، فاحنا المفروض هنتحاسب على إيه؟ الكلام ده كله مكتوب قبل كده أصلا، فأنا المفروض أنا بس اللي أنا بعمله اللي أنا بنفذ الحاجة اللي أنا مكتوبة لي بس مش أكتر، فأنا ماليش دخل في أي حاجة وخلاص وبريء يا بيه. لأ، أنت يا سيدي مسير، دي حقيقة، ومخير في نفس الوقت. فانت مسير ومخير، مش او بقى مش مسير او مخير، لا انت الاتنين مسير ومخير. طب ازاي الكلام ده؟ هقول لك يا سيدي بمنتهى البساطه، انت اكيد عارف بس احنا بندردش مع بعض وبنفكر بعض. انت مسير في بعض الامور اللي هي انت مالكش دخل فيها خالص، ليس لك من امر شيء فيها خالص، ومخير في امور اخرى. طب ايه الحاجات اللي انا مسير فيها دي؟ يعني مثلا انت بتنزل من بطن امك بتيجي الدنيا كده على طول، في حاجات مكتوبة ليك ومكتوبة عليك. انت ما لا مفيش فيها تعديل، دي مفيش فيها مفر، خلاص دي مفيش ليك فيها إرادة ولا دخل أصلا. رزقك ده مكتوب لك، انت مفيش اوبشن بالنسبة لك، مفيش خيار بالنسبة لك، دي حاجة انت مسير فيها. رزقك ده يشمل كل حاجة بقى، صحتك، هتتجوز مين، هتخلف مين، هتموت امتى، شقي أم سعيد، كل الكلام ده دي حاجات مكتوبة في اللوح المحفوظ. خلاص دي حاجة انت مسير فيها مش مخير فيها. طب ايه اللي انا مخير فيه بقى؟ نيجي بقى في امر التخيير بقى، اللي هو فيه الامور التكليفيه، افعل ولا تفعل، طاعه ومعصيه. دي اللي فيها حساب، دي اللي فيها انت فيها مخير، انت اللي بارادتك بتختار هتعمل كده ولا هتعمل كده. طب ازاي الكلام ده؟ مش احنا بنقول الكلام ده موجود فعلا في اللوح المحفوظ ومكتوب من قبل انا اعمله؟ طب ازاي انا اتحاسب عليه؟ هديك مثالين. تخيل انت مع واحد صاحبك، ده المثال الاولاني، انت مع واحد صاحبك في موقف ما، فأنت توقعت إن صاحبك هيتصرف التصرف الفلاني في الموقف ده، وقد كان فعلا صاحبك بيتصرف نفس التصرف اللي أنت قلت عليه، بياخد نفس الأكشن اللي أنت قلت عليه. طب وأنت كده أجبرت صاحبك إن هو يتصرف التصرف ده؟ لأ طبعا. أمال هو عمله ليه؟ لأن أنت من كتر عشرتك معاه، من كتر ما أنت حافظه وعاجنه وخابزه، فأنت عارف مسبقا هو هيعمل إيه، فبالتالي هو عمل اللي أنت عارف إن هو هيعمله من غير ما أنت تتدخل بتاتا تماما، لا أنت أجبرته يعمل كده ولا هو سمعك أصلا. لأ، هو التصرُّف الطبيعي اللي هو هيعمله في الموقف ده، وأنت عشان معاشره وعارفه فخلاص، فأنت توقّعت خلاص هو هيعمل كذا، فالدنيا سهلة مش محتاجة يعني. ده المثال الأولاني. المثال التاني، خلّينا نقول مثلًا في مُدرِّس وعنده 20 طالب في الفصل مثلًا، فجِه كده أول السنة قال له: "يا ابني أنت هتجيب 50 من 50 في المادة دي." والتاني ده قال له: "لأ بُص أنت هتجيب بتاع 47 من 50، أمّا أنت هتجيب 25 من 50." وبتفوت الأيام والأسابيع والشهور وبنيجي لآخر السنة وبنشوف النتيجة، بنلاقي بنلاقي فعلا إن الطالب الفلاني ده جاب 50 من 50. الله، والطالب العلاني جاب 47 من 50. الله، ده أنت مكشوف عنك الحجاب بقى. هل هنا المدرس أجبرهم إن هم يجيبوا النتائج دي؟ لا. أمال هو عارف منين؟ من كتر ما هو خبير بيهم وعليم بيهم وعايش معاهم وعارف مستواهم إيه بالظبط، فمتوقع وعارف مسبقا إن فلان ده هيجيب كذا وفلان ده هيجيب كذا وفلان ده هيجيب كذا وهكذا. ولله طبعا المثل الأعلى. يعني تخيل احنا كبشر بنتوقع حاجات وبتحصل من أشخاص احنا عارفينهم بحكم إن احنا في عشرة بينا وبينهم. فما بالك بقى ربنا بقى مالك الملك، خالق الكون ده كله، أنا وأنت وكل الكون ده كله، كل العالم اللي احنا عايش فيه، اللي احنا عايشين فيه ده، هل يعجزه إنه يبقى عارف إيه اللي هيحصل الثانية الجاية بذمتك؟ حاشا لله. لا طبعا. احنا اصلا كلنا عايشين في ماضي الله، يعني خلاص كل مستقبل عن الله فهو ماضي خلاص. يعني ربنا عارف مسبقا انت هتعمل ايه الثانيه الجايه اصلا، والثانيه اللي بعدها والثانيه اللي بعدها، وفلان هيعمل ايه وفلان هيعمل ايه. فخلاص هو عارف انت هتعمل ايه الثانيه اللي بعدها، لانه هو اللي خلقك. انت عاوز ايه اكتر من كده؟ هو اللي خلقك، فعارف انت بتفكر فيه وعارف انت هتعمل ايه في كل حاجه في حياتك. فبالتالي بما انه عارف وعلمه احاط بكل شيء، وهو الخبير العليم، فخلاص خلاص هو عارف انت هتعمل ايه فكتب اللي انت هتعمله وخلاص وخلصنا، رفعت الاقلام وجفت الصحف. خلاص احنا كل الكلام ده خلاص ماضي بالنسبه لربنا. فهي دي الفكره، فانت مخير من هذا المنطلق. انت فعلا انت اللي بتعمل الكلام ده بنفسك، سواء يمين او شمال او ايا كان انت بتعمله.
بس عشان ربنا محيط بكل شيء وعارف أنت هتعمل إيه، فهو كتب اللي أنت هتعمله من قبل ما تعمله من خبرته، وإن هو اللي خلقك أصلًا. فما فيش فيها تعارض خالص، ما فيش فيها أي وجه تشتُّت أو إن أنا إزاي بقى ومش عارف إيه، لأ الدنيا أسهل وأبسط من كده بكتير زي ما وضّحنا. أشوفكم على خير، السلام عليكم.